ساعة اليوم سنبدأها من ملف الشرطة الساخن في مصر، والذي تستمر الانتهاكات التي تمارسها الشرطة بالرغم من كل الوعود بتجاوز هذه الانتهاكات في حق الشعب المصري. ولكن إلى الآن كل يوم قتيل جديد في أقسام الشرطة. تعالوا نتابع معا من خلال تويتر وموقع صاد الأخبار: السيسي يقتل الشعب، وفاة محتجز في قسم الوراق. هذا هو آخر ضحايا تعذيبات أو تعذيب الشرطة للمواطنين المصريين في قسم الوراق، ضحية جديدة. من صفحة أنا كبرياء الصمت من تويتر: الشرطة تعتقل مريضا من غرفة عمليات مستشفى الهرم محمد غريب من أبناء محافظة المنيا مركز سملوط. يعني الراجل راح للقضاء زي ما بيقولوا يا دي. يعني بكل أسف يعني حالات خارجة عن إطار الإنسانية بالكامل، وممارسات بتمارسها الشرطة المصرية يعني خارج إطار الزمان والمكان والأدمية بكل ما تحمله الكلمة من معاني. من البوابة: إخلاء سبيل ضابط الركوع بكفالة 50,000 جنيه. أخلى قاضي المعارضات بمحكمة جنح أول أكتوبر سبيل ضابط الشرطة المتهم بالتعدي بالضرب على مواطن بدائرة قسم أول أكتوبر والشروع في قتله عن طريق إصابته بطلق ناري في كتفه الأيسر وإجباره على الركوع، وذلك بكفالة مالية قدرها 50,000 جنيه. يعني احنا دلوقتي عندنا ضباط ركوع وضباط سجود وما غير ذلك، لكن أنا عايز أقول كيف يطلق سراح مثل هذا الشخص؟ هذا بالتأكيد يعاني من خلل نفسي. يعني الذي يرتكب هذا الفعل يأمر مواطن، يأمر إنسان أن هو يركع له ثم يبادر بإطلاق النار عليه ليقتله. هل هذا يعني يصح أن هو يسير في شوارع مصر آمنا مطمئنا؟ ما الذي يضمن ألا يكرر فعلته هذه مرة أخرى؟ الذي يضمن ان هو هيكرر فعلته مرة أخرى هو السيسي. رسائله كلها الأضواء الخضراء التي تلقاها من قائد الانقلاب. من المصري اليوم: تجديد حبس أمين شرطة بمطار الغردقة لاتهامه بالسرقة. قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة أمس تجديد حبس أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ بمطار الغردقة الدولي 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بسرقة حافظة نقود سائح ألماني الجنسية أثناء إنهاء إجراءات سفر. يعني يسرق السائح اتجدد له 15 يوم. تسرق حياة البني آدمين في مصر، يخرج أو يضرب بالنار يخرجوا بكفالة، ومفيش قضايا أصلا. يعني ليس هناك أي قضاء في مصر بالنسبة للمواطن المصري. زي ما احنا قلنا ان العاملين بالشرطة، وبرضو احنا يعني بالتأكيد مش كلهم، ولكن هي مش حالات فردية. يعني هي لا هم كلهم ولا هي حالات فردية، ولكن هو قطاع كبير جدا، وبكل تأكيد هو ربما يكون هو الغالب ويشوه هذا الجهاز. ومش الموضوع مش وليد النهارده ولا الحوادث اللي احنا بنستعرضها خلال هذه الايام، لا، الموضوع تاريخ طويل من التجاوزات والانتهاكات من هذا الجهاز في حق الشعب المصري. فبالرغم ان هي يعني تاتي الامور على صوره ان هي حالات فرديه من بعض الافراد، ولكن كما قلنا يعني هم ما ادخروش وسع. سرقه، قتل، تعذيب، كل أشكال الخروقات القانونية والإنسانية والأخلاقية بيقوم بها أفراد من الشرطة. في مشكلة ومشكلة مش بسيطة، مشكلة ضخمة، ويبدو أنها مترسخة في نفسية هؤلاء وفي الطريقة التي يعني عهدوا على أنفسهم أن يعاملوا بها الشعب المصري بناء على تعليمات واضحة. مش ممكن تكون كل هذه الانتهاكات وهو عنده تعليمات بألا يفعل ذلك. لابد ان هو واخد ضوء اخضر او متعلم من القادة بتوعه ان دي تكون طريقة معاملته للشعب. من البوابة: وزير الداخلية يقول لا تستر على اي تجاوزات. تشريع جثة المتوفي بقسم شرطة الثاني المنتزه. ده كان قتيل برضو من عدة ايام، ودلوقتي الجثة بتشرح حتى يعلموا سبب الوفاة. لكن الغريب في الخبر هو قول وزير الداخلية لا تستر على أي تجاوزات. مفيش أي جريمة الشرطة بادرت أو جهاز الشرطة بادر بالإعلان عنها من قبل الأفراد التابعين لي، ولكن دائما أبدا بتكون إما بتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بداية عن طريق أهالي القتلى أو الضحايا، كانت ضحايا تعذيب أو ضحايا قتل وصل إلى قتل أو ما إلى ذلك، ثم بعد ذلك أول رد فعل دائما الشرطة تنفي، كما حدث في واقعة قتيل الأقصر. ثم بعد ذلك بعد الضغوط وبعد أن ينفضح الأمر تماما
تعلن الشرطة وتتجاوب مع. فكيف يعني يدعي وزير الداخلية أنه لا تستر على التجاوزات؟ ده هو الأصل عندك هو التستر على التجاوزات. إلى جانب إن كل الأخبار اللي إحنا بنقولها لحضراتكم كلها من الصحف المصرية، يعني مفيش حاجة من عندنا أو جايبينها من خارج الصحف الرسمية المصرية. من مصر اليوم: تأييد إخلاء سبيل ضابط الركوع بالهرم، حبس شرطيين بتهمة تهريب متهم بأكتوبر، وتجديد حبس الأمناء في قتيل الأقصر. أمرت نيابة أول أكتوبر أمس بحبس أميني شرطة ترحيلات 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تهريب متهم محكوم عليه بالسجن المشدد 15 سنة مقابل رشوة قدرها 20,000 جنيه. ده شكل آخر من أشكال الفساد داخل جهاز الشرطة. يعني قبل أن ننتقل ونرى مع حضراتكم تقرير من قناة الجزيرة حول حقوق الإنسان وانتهاكات الشرطة لها في مصر، يعني في واقعة ذكرت أمس أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. مواطن من غزة أراد العبور من معبر رفح فلم يتمكن بطبيعة الحال لغلق المعبر، فدفع مبلغ من المال بس بالدولار، مبلغ كبير من المال بالدولار لأحد العاملين بهذا المنفذ، وبالفعل تم عبوره وهو الآن في أوروبا ويحكي هذه القصة على مواقع التواصل الاجتماعي. فيعني الشرطة والفساد بتاعها واصل حتى إلى هذه المنافذ وهذه الأماكن الحساسة التي يقومون بحراستها بالمشاركة مع جنود من الجيش.